إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. تتنافسوا على الدنيا وهمكوا الدنيا وبس، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم تتحاسدون، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضكم على رقاب بعض. تنافر، تدابر، تحاسد، قتل، هيك راح تكونوا. هذا الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. فيش نصيبة في الدنيا تمرق عليك إلا وستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بأصعب منها. زعلان على ابنك اللي مات، الله يرحمه، أليس قد فقد النبي كل أبنائه في حياته إلا فاطمة؟ صح ولا لا؟ هجر من وطنه، هجر النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه. طلقت ابنتك، طلقت بنات النبي الاثنتان، صح ولا لا؟ فقدت أبا أو أما، عاش النبي يتيما صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ تعرضت للأذى، كسرت رباعيته ووضع على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ومع هيك، مع كل المصائب ما رؤي النبي إلا متبسما، لأنه يعيش بعين الله وتحت رعاية الله. لما قال أهل الدنيا إنا لمدركون، قال لهم موسى بلسان أهل الآخرة كلا إن معي ربي سيهدين. لما قال أهل الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، متجمعين عليكم، عليهم الإيمان، رد عليهم أهل الآخرة بالإحسان، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تخاذلوا، زادهم ثباتا وإيمانا على عقائدهم وثوابتهم ودينهم. وأنتم ترون الأحداث وتسمعون، فأي الفريقين أحق بالله تعالى؟ هذه عنوان المحاضرة اليوم لشيخنا الفاضل الدكتور عبد الله إدريس. باسمكم جميعا نرحب به ترحيبا جميلا، جاءنا من بلاد بعيدة، جزاه الله كل خير، أهلا وسهلا به، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم آمين. بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، مما لا شك فيه أن الله عز وجل جعل الناس صنفين. الناس في الدنيا ينقسمون إلى صنفين. الصنف الأول يسمى بأهل الدنيا، الذين يعمرون القصور على حساب القبور، يعيشون لأجل المال والمتع والشهوات، يركضون في الدنيا ليل نهار، لا هم لهم إلا دنيا يصيبونها. وصنف آخر هم أهل الله، أهل الآخرة، الذين لا هم لهم في الدنيا سوى أنها جسر يعبرون عليه إلى الآخرة، إلى الجنة إن شاء الله. هذا التصنيف
هو تصنيف الله عز وجل حينما قال في القرآن الكريم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بل بين ربنا جل جلاله حتى في الحج أناس في الحج لا هم لهم في الدعاء إلا الدنيا بالمال والولد والزيادة. الله الذي قال جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا وين؟ في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بس بده الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كان علي رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا التصنيف بنعرفه ومش جديد علينا، لكن المشكلة يا جماعة إنه أهل كل صنف من الأصناف يصبح ويصير ويبيت تفكيرهم في الدنيا على حسب هذا التصنيف. أهل الدنيا كل تفكيرهم بالحوادث وبالأشياء التي تمر بهم تفكير دنيوي بحت لا أكثر من ذلك. أما أهل الآخرة فتفكيرهم تفكير أخروي، ينظرون لكل شيء يحدث على وفق عين الله جل جلاله ومنهج القرآن الكريم. لذلك كان سيدنا ابن القيم رحمه الله يقول: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. ليش؟ فإن الولد يتبع أمه، الولد بيتبع الأم، ابن الدنيا بيتبع الدنيا، وابن الآخرة يتبع الآخرة. لذلك القرآن الكريم في أكثر من موقف بين لنا كيف يفكر أهل الدنيا وكيف يفكر أهل الآخرة. صليتوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحنا كلنا في الدنيا نعلم أن الله عز وجل فاوت بيننا في الأرزاق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لحكمة يعلمها هو جل جلاله، يفتح على هذا كثيرا وعلى هذا أقل. الله الذي قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم وين؟ في الحياة الدنيا، ولا لا؟ مش هو المشكلة أبدا، وحاشانا أن نعترض على قضاء الله في المال. المشكلة وين يا جماعة؟ المشكلة أهل الدنيا حينما يرون النعم عند غيرهم، بيشوفوا فلان أعلى منهم شوي بالمال وبالزيادة، ماذا يكون تفكيرهم وماذا يقولون؟ يقولون كما قال الجماعة لقارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي مين؟ قارون. يا ريت عندنا مثل اللي عندكم، يا ريت عندي سيارة زي اللي عندك، يا ريت بيتي مثل بيتك، يا ريت مالي مثل مالك. هيك همهن. حتى احنا بالدنيا بالمناسبة يعني لما بنشوف واحد يعني شاطر بيعجبك في الدنيا، شو بنقول؟ والله شاطر، والله ممتاز، والله ذكي، قد حاله على أولادي زيه. بس لما بنشوف واحد متعلق في الأقصى وفي المسجد وفي كذا، شو بنقول؟ الله يقويك، الله يزيد إيمانك، الله يهديك. يا بنقول ليه مش ما بنقول يا ريتني زيك، يا ريت أصير مثلك؟ في الدنيا نتنافس، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما أهل الآخرة فحينما يرون نعم الدنيا عند غيرهم يردون على أهل الدنيا هؤلاء، ماذا يقولون لهم؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون؟ تعقلوش؟ اعقلوا. مش هذا الهم. الهم الأساسي هو أن يرضى الله عز وجل عنك سواء كنت من الفقراء أم من الأغنياء. هكذا يفكر أهل الدنيا وهكذا يفكر أهل الآخرة. أهل الدنيا بدوا الدنيا ويا ليت لنا مثله، وبيحسدوا على هيك. يا حاسدا لي على نعمة أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب.
لذلك يا إخوة يا أحباب، بعد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإمام الحسن البصري يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في آخرتك فألقها ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اللي بنفسك في الدنيا وعلى السيارات والطيارات والبنايات زدت له إياها بوجهه. ومن نافسك في دينك فنافسه. كان حال أهل الآخر مش مثل أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. حال أهل الآخرة كما كان وهيب ابن الورد يقول: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. كون هيك. كان يقول: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فاغتم لذلك حتى مات ما كان هذا بكثير. هيك لازم تغتم انه فلان سبقك الى الله عز وجل. وين دورك؟ بالمناسبة فرصة نذكر، هذا التنافس على الدنيا بيننا هو السبب الرئيسي مهما نوقشت القرارات والمؤتمرات وعقدت في حالة العنف التي نعيشها اليوم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح: إذا فتحت عليكم فارس والروم، لو ربنا فتح لكم إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، فأي قوم أنتم يا صحابي؟ شو راح تكونوا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، منكم مثل ما ربنا بده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ راح تكونوا غير هيك، تتنافسون، راح تتنافسوا على الدنيا وهمكوا الدنيا وبس، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم تتحاسدون، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضكم على رقاب بعض. تنافر، تدابر، وتحاسد وقتل. هيك راح تكونوا. هذا الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما أهل الآخرة فيردون عليهم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لذلك قال الشاعر: حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه تلعب، أو فقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع. أحلام نوم، الدنيا مثل الحلم، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فتزودن ليوم فقرك دائبا واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل الدنيا وأهل الآخرة في هذه الحياة كلهن بركض وراء المال. إحنا بنركض، وهذا بركض المصلي والمؤمن والملحد والكافر والمشرك، الكبير والصغير، كله يسعى لأجل المال، وهذا دين، فامشوا في مناكبها. لكن وين المشكلة يا جماعة؟ المشكلة ابن الدنيا عندما تزداد أمواله ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي، ولا لا؟ هاي شطارتي، أنا حربوق بلغتنا، صح ولا لا؟ أنا شاطر، أنا بعجبك، من تعبي وكدي وعرق جبيني جمعت هذا المال. إنما أوتيته على علم عندي. تعرفش أنت؟ هيك بيقول ابن الدنيا. ابن الآخرة، أهل الآخرة عندما تزيد أموالهم ماذا يقولون؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا ينسب الفضل لله، وذلك ينسب الفضل لقوته في دنياه. لذلك قارون لما نسب الفضل لإله وقال إنما أوتيته على علم عندي، شو كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره شو؟ الأرض. صح ولا لا؟ أما أهل الآخرة فيقولون وما بكم من نعمة فمن الله. ما النتيجة إذن؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. عشان هيك كان ابن القيم رحمه الله يقول: وليحذر المرء كل الحذر، دير بالك من طغيان ثلاثة أشياء: أنا ولي وعندي. اوعك تقول أنا ولي
وعندي. شو بيقول ابن القيم رحمه الله؟ فإن هذه الثلاثة ابتلي بها شر خلق الله، إبليس وفرعون وقارون. أما إبليس فقال أنا خير منه، وأما فرعون فقال لي ملك مصر، وأما قارون فقال إنما أوتيته على علم عندي. ماذا يقول ابن القيم بعدها؟ وأحسن ما قال العبد أنا في قوله يا ربي أنا المذنب العاصي المستغفر المسيء. أحسن ما قال لي يا رب لي الجرم والمعصية والذنب الكبير. وأحسن ما قال عندي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك شو عندي. لذلك هذا يقول أوتيته على علم عندي بشطارتي، وهذا يقول هذا من فضل ربي. مشكر رب العالمين كما قال الشاعر لو أن لي تحت كل جارحة لغة تثني إليك بما أوليت من حسن لكان ما زان شكري إذ أشرت به إليك أجمل في الإحسان والمنن. يا رب أنا شكري لك أحب إلي من النعم التي تسديها علي. أهل الدنيا وأهل الآخرة كذلك يصابون ببلاء، كلنا معرضون للبلاء كما قال الشافعي 8 تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان أن يلقى 8 سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. بلاء لا بد منه بالذات أهل الإيمان. أليس قد جاء كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني جاء رجل فقال يا رسول الله والله إني لا أحبك، فقال له النبي إذن أعد للفقر تجفافا. ببشرك في مصايب، المسلم سيصاب بحوادث وبلاء ومصائب كثيرة بأمر من الله جل جلاله لأنها خير له. 2 يصابوا بمصائب، لكن كيف يقف أهل الدنيا تجاه المصائب وكيف يقف أهل الآخرة تجاه المصائب؟ أهل الدنيا حينما يصابون بالمصائب يتسخطون على القضاء والقدر، بتذمروا، مش عاجبهن، يقولون كما بين ربنا جل جلاله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ربنا هاني. ليش يا رب بتعمل فيه هيك؟ يا رب ليش بس أنا؟ ليش هيك؟ احنا بنحكيها بالمناسبة بصيغة ثانية لما بنشوف واحد آدمي ومحترم تمام شو بنقول؟ صاب بمصيبة شو بنقول؟ والله ما بيستاهل. كيف يعني ما بيستاهل؟ كيف يعني ما بيستاهل المصيبة؟ انت بتحكيها عن عفوية، ناسي انه بسبب انه مليح وصاحب دين واخلاق ابتلاه الله عز وجل. أليس أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؟ لا يا جماعة، هذا صاحب البلاء انت يوم القيامة راح تتمنى لو كنت محله. أليس النبي يقول عليه الصلاة والسلام يود يعني يتمنى، راح يتمنوا يود أهل العافية في الدنيا يوم القيامة حين يرون أهل البلاء وما أعد الله لهم من الثواب يودون لو أن أجسادهم كانت قد قرضت في المقاريض. يا ريت تقطعنا في سبيل الله. تمام؟ في الدنيا صعب، لكن عند الله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. أهل الدنيا ليش أنا يا رب؟ مش عاجبه، يتسخط على القضاء والقدر، يا ربي أهانا، ربنا ما بيحبني، ربنا مش طايقني، مثل ما الناس بتحكي عذرا. طيب أما أهل الآخرة فحينما يصابون بالبلاء يقولون كما قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بيهدي قلبه في المصيبة كيف يتصرف وماذا يقول، صح ولا لا؟ هكذا الفرق بين الاثنين، هذا يقول الحمد لله، هذا كله بعند الله، قل كل من عند الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. لأن أهل الآخرة يعلمون وعارفين إنه هاي المصائب يصيبنا الله بها امتحانا. أليس ربنا الذي يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني امتحان وإلينا ترجعون؟ أليس الله الذي قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يتوبوا إلى الله عز وجل، عارفين أنهم في امتحان. لذلك
إذا قال أهل الدنيا عن المصيبة ربنا ما بيحبني، بشرهم بأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يا جماعة دايما بنقولها بنعيدها، فيش مصيبة في الدنيا تمر عليك إلا وستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بأصعب منها. زعلان على ابنك اللي مات، الله يرحمه، أليس قد فقد النبي كل أبنائه في حياته إلا فاطمة؟ صح ولا لا؟ هجروا من وطنه، هجر النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه. طلقت ابنتك، طلقت بنات النبي الاثنتان، صح ولا لا؟ فقدت أبا أو أما، عاش النبي يتيما صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ تعرضت للأذى، كسرت رباعيته ووضع على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ومع هيك مع كل المصائب ما رؤي النبي إلا متبسما، لأنه يعيش بعين الله وتحت رعاية الله. بعد أن تذكروا الله جل جلاله، أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الدنيا حينما يرون تغطرس الباطل وانتفاش قوة الباطل وانتفاش عربدة الباطل، لما بيشوفوا هيك إضافة إلى ضعف قوة المسلمين اليوم، مع إننا كمسلمين علميا وبالتحديد نملك نصف ثروات العالم، تمام؟ كلها مأكولة من قبل غيرنا، وهذا من علامات الساعة بالمناسبة، إنه غيرنا الغرب وأعداء الأمة يأكلون ثروات الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، يعني راح تنتصروا عليهم، ثم يجعلهم أسدا، بيكونوا أسود العجم بعد هيك، لا يفرون، يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم، راح يأكلوا ثرواتكم والخيرات اللي عندكم، من علامات الساعة هذا. طيب، لكن أهل الدنيا لما بيشوفوا الباطل منتفش، والطائرات حربية وعسكرية وجيش وناقلة جند وسفن بحرية وغيره برية وغيره، حينما يرون هكذا بيستسلموا، بيأسوا، بحبطوا، إحباط وتحبيط وتثبيط، ولا لا؟ هؤلاء أهل الدنيا لما بيشوفوا وضع الأمة اليوم بالحال اللي هي فيها مع انتفاش الباطل وغطرسته، يقولون كما قال غيرهم من قبلهم. شو قالوا الجماعة اليائسين المحبطين؟ قالوا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص يا موسى مش رايحين نقدر عليهن، فرعون ورانا. يقولون مستسلمين: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. احنا مش قدن يا جماعة، احنا مش قده لجالوت، مش قد جنوده، احنا مش قده، نقدرش عليه، صعب، بنهزمه. استسلام، استيئاس، تحبيط. هن نفسهم هذول الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة حمراء الأسد وقالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم، يا محمد دير بالك، جايك قوة جيش عرمرمي يقاتلك، انت مش قدهن، دير بالك على حالك، تفوتش الناس بشيء هن مش قده، بكرة بيقتلوك شمال يمين. نفسهم هؤلاء من جاءوا يوم الأحزاب إلى المسلمين وقالوا لهم لما شافوا تآمر العرب واليهود واتحادهم ضد الأمة في المدينة يومها، قالوا لهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، روح انت وياه، شو اللي قاعدين هنا بشمال المدينة بحد النفق الخندق الذي حفره النبي بيديه، ارجع انت وياه على بيتكم، برا في قوة انتم مش قدها، بيوتكم فيش مين يحرسها، روح على بيتك. واجوا قال يعني بحج للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، يا رسول الله خلينا نروح، إحنا مش قدهن وبيوتنا فيش حدا يحرسها، راح يهجموا علينا لا محالة، لا محالة راح يهجموا، بس أخف الضررين يا رسول الله، نرجع ندير مالنا على بيتنا. شوف الإحباط، شوف اليأس. ربنا اللي قال عن هذول اليائسين والمحبطين والمثبطين شو قال؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شو؟ إلا خبالة. هيك بفكروا الجماعة،
مقابل انتفاش الباطل. هيك بيقولوا جماعة. أما أهل الآخرة الذين ينظرون بعين الله وبرؤية الإيمان وبرؤية القرآن وبرؤية سنة النبي العدنان وبالمنهج الذي إن تمسكنا به لن نضل أبدا بعون الواحد الديان، هؤلاء حينما قيل لهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش قد نحن ردوا عليهم بعين اليقين فقالوا وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما قال أهل الدنيا إنا لمدركون قال لهم موسى بلسان أهل الآخرة كلا إن معي ربي سيهدين. لما قال أهل الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، متجمعين عليكم، تخذيل للمؤمنين، رد عليهم الإيمان، رد عليهم أهل الآخرة بالإحسان، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تخاذلوا، زادهم ثباتا وإيمانا على عقائدهم وثوابتهم ودينهم، ولا لا؟ حينما كان الناس يقولون للمسلمين يومها لا مقام لكم فارجعوا، كان حال الأمة يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى لو اتجمعت علينا الأحزاب، حتى لو اتجمع علينا العرب اليهود. بالمناسبة يا جماعة، العرب خذوها معلومة لله ثم للتاريخ، كل تاريخ العرب من لما ربنا خلقهم لليوم ولا بحياتهم اتحدوا إلا مرتين. لم يعهد في التاريخ عن العرب اتحاد إلا مرتين. المرة الأولى في معركة ذي قار بالجاهلية يوم أن انتصر العرب على الفرس، والمرة الثانية وينتا؟ في الأحزاب. ومين اللي جمع العرب بالأحزاب؟ بني النضير، ولا لا؟ صحيح؟ هن اللي جمعوا العرب بالأحزاب مرتين. فافهم ذلك واحرص عليه جيدا. تمام؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هيك أهل المؤمنين، هيك أهل الإيمان بيقولوا لا يهمهم طغيان الباطل أبدا، لأنهم تحت راية الله، لأن أهل الإيمان تؤمن أن الله جل جلاله يستخرج الواقع من رحم المستحيل. من اللي انت شايفه مستحيل ربنا بيطلع لك الفرج من حيث لا تدري. انكم عندكم صورة يا جماعة، سورة إبراهيم وسورة مريم في القرآن، هذه تذكرك بأن الله عز وجل يستخرج الواقع من رحم المستحيل. من كان يصدق أصلا أن أما تلد ولدا من غير أب؟ تصدقها الجملة هاي؟ تصدقهاش، لكن هذا كان لعيسى. من كان يصدق أصلا أن نارا تكون بردا وسلاما على نبي الله إبراهيم؟ تصدقهاش، ولا لا؟ واقع استخرجه الله من رحم الشيء الذي تراه بعينك مستحيلا، صح ولا لا؟ من كان يظن أن غزة ستكون مقبرة التتار وكانت في معركة عين جالوت اللي ما حداش كان يقدر عليهن؟ من كان يصدق أن شمشون الجبار اللي كان يقتل يوميا 10,000 رجل من أهل غزة لم يستطع دخولها ولا حتى حدودها؟ الله يستخرج الواقع من رحم المستحيل، ذبح 10,000 وما استطاع عليها. لذلك يا جماعة لما بتشوف واحد متشائم متخاذل أو تعبان من الحالة، عايش في حالة عدم تفاؤل، ذكره بقول الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله. في بدر ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كيف وليش؟ مش وظيفتي يا جماعة، مش وظيفتي. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى قال الحنفية اليأس كفر. لذلك ماذا قال الشاعر؟ إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت
وأرست في أماكنها الخطوب، أتى ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوت منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب بإذن الله. النقطة الأخيرة بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يا جماعة أهل الدنيا التي عشعشت الدنيا في قلوبهم وأرست واطمأنت في مكانها، عندما يرون قوة الباطل وغطرسة الباطل وسيطرته على حالنا وأمتنا وكثرة الدماء، الجماعة هذول أهل الدنيا ينظرون إلى وعود الله بنصر الأمة على إنها شيء شو ماله؟ غلط، شيء غرور. بيشوفوا الباطل كيف منتفش، الجماعة هذول بيطلعوا على وعود الله بالواقع على إنها شيء غرور غلط. بعدك بتحكيني هيك صار في الأحزاب يا جماعة. هذول الجماعة المنافقين حينما رأوا تجمع الأحزاب واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جاء فقالوا للمسلمين؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا خداع، مين بده يقدر عليهم برا هذول يا جماعة؟ تطلعوش، هذا الوعد غلط. واهمين انتم يا جماعة، ما حداش بيقدر عليهم زي اليوم. شايفين قوة الباطل متغطرسة في كل مكان. بعدك بتحكيني عن القدس عاصمة للخلافة الإسلامية. يا زلمة خيط بغير هالمسلي، خلص حاجة تبيعونا حكي يا مشايخ، صح ولا لا؟ بكفي عادة، ما انت شايف وضعنا وشايف هنا الجماعة كيف حاجة تبيعنا حكي. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أهل الإيمان أهل الآخرة مع كل غطرسة الباطل، مع كل قوة الباطل، ومع أضعاف قوة الباطل على الأمة، يوم الأحزاب حينما رأوا اتحاد العرب والعجم على المدينة المنورة، الجماعة شو مالهن؟ ماذا قال المؤمنون يومها؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا ربنا وعدنا إياه، راح يتجمعوا علينا ويتداعوا علينا ويقاتلوننا ويكونوا أكثر منا. بالعكس، هذا الشيء زادهم إيمانا. استيأسوا؟ لا. أحبطوا؟ لا. تخاذلوا؟ لا. ثبطوا؟ لا. فزادهم إيمانا وتسليما، ولا لا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثبات على المبدأ مع كل ما يرون في الخارج. شو كانت نتيجة هذا الثبات؟ شو كانت نتيجة الثبات بعد حصار 3 أسابيع للمدينة المنورة؟ 3 أسابيع حوصرت المدينة المنورة يوم غزوة الأحزاب يا جماعة. ماذا كانت نتيجة هذا الإيمان؟ كانت النتيجة كما قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا سلام، هاي منح ربانية جاءت بعد امتحان الثبات الذي ثبت فيه أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مش غرور، مش خداع. إذا كان الله وعدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. نبينا بين أن أوروبا ستكون معقل الإسلام ويخرج 70,000 من بني إسحاق فيفتحون القسطنطينية لا بسلاح ولا بحجر ولا بقتال، وإنما بقول لا إله إلا الله. هذا مش وعد،
بس بنتسلى فيه بالمجالس. هذا ما وعدنا الله ورسوله، فاثبتوا على دينكم في زمان الفتن. يا إخوة، يوسف عليه السلام أراد إخوته أن يمحوا أثره من الأرض فارتفع شأنه، ولا لا؟ بيع يوسف ليكون مملوكا عبدا فأصبح ملكا عزيزا. أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه، شو مالها؟ زادت، راح ابن أخوه الثاني، ولا لا؟ رايح الولد الثاني بلغتنا خطف، تمام، عند يوسف، ورجع يقولوا له إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. راح الولد ويعقوب ماذا يقول؟ المفقود الثاني الذي يقال له في التاريخ ولا يصح بنيامين، ومع هيك يقول لهم يا أسفا على يوسف. زادت محبته ليوسف عليه السلام. من هون لا تقلق من تدابير البشر، لا تقلق من تجمع قوة البشر. هذه القوة كلها في الوقت الذي يريد الله لهذه الأمة النصر، وما النصر إلا من عند الله. لا يكون أمام الله قوة تضاهي قوة الله. يا جماعة الخير، يوسف عليه السلام كان في السجن، ولا لا؟ في السجن كان الأحسن بنظرهم، إنا نراك من المحسنين، صح ولا لا؟ أحسنهن. بس مع هيك كلاهما خرج قبله، صحيح؟ كلاهما خرج قبله. فهل خروجهما من السجن قبل يوسف دليل على أفضليتهم عليه؟ لا والله. الأول صحيح أنه خرج من قبل، لكنه خرج ليش؟ ليقتل. والثاني خرج من أجل أن يصبح شو؟ خادما. أما يوسف رغم أن الفرج عنده تأخر ولبث في السجن بضع سنين، إلا أنه ما خرج ليلقى أباه فقط ويلقى ويلم الشمل من جديد، بل ليكون عزيز مصر. يأتي بعد ذلك إخوته على بابه فيقولون يا أيها الملك العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إذن تأخر الفرج من الله لا يعني أبدا أن الله يكرهنا، لا يعني أبدا أن الله قلانا، ولكن الله الذي قال ويستعجلونك بعذاب الظالمين ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أنا حاطط لهم يوم محدد راح يبطشوا ويظلموا ويعملوا شمال يمين لحد ما يجي هذاك اليوم. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن شاء الله تعالى. أود أن أختم بأبيات من قصيدة ألفتها بقلمي، أسأل الله جل جلاله أن تعبر عن حال كل واحد فينا. أقول فيها إسلامي 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 أنا، أسير وهدي الله يفيض بالجنى، يعني في القلب، وبسنة المختار أمضي آملا، بنور الحق يفت طغيان الدنا، فالدين للعباد خارطة المنى، بها برق اليسر بعد العسر دنا وسنا، قتل وتشريد ثم هدم منازل، وعرق العزة بالفؤاد تلدنا، خابت مساعيكم وشان قتالكم لجباه شعب بإسلام الله اغتنى، أو من كان ميتا فأحياه ربه كمن في الظلمات تضمخ بالفناء، فيا أيها الثقلان في كل الدنا شرعي قويم ثم محمدي أنا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير، بارك الله فيك شيخنا، الله يرضى عليك. كلمة أخيرة الله يبارك فيكم. إذا كان اليأس حسن فلا بد من اليأس من الأسباب. ايأس من الأسباب وتعلق برب الأسباب. أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، نشكر شيخنا شكرا جزيلا، بارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بكم
الأسبوع القادم في مسجد آخر بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.